صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل عليه وعلى آله وعلى المهاجرين والأنصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة عيش حياتك، فيديو تحفيزي تشجيعي قوي جدا. الفيديو ده حبيباتي لأي واحدة مكسلة في عز البرد ده، مهما كان فيكي من كسل أظن بعد شكل المطبخ ده مش هتلاقي حاجة تانية تشجعك. زي ما انت شايفة دخلت أول حاجة قلت ههوي المطبخ كده، يدخل كده شوية كده تغيير جو. طبعا دي حاجة مهمة جدا سواء في البرد أو غير برد. في ناس ما بتهتمش بتهوية المطابخ وبتكتفي بالشفاط، وطبعا ده مش صح. لو عندك أي فتحة نافذة يعني في المطبخ ياريت تفتحيها حتى لو مرة أول لما بتبدأي يومك. لظروف ما المطبخ وصل للشكل ده، والظروف دي بتختلف من واحدة لواحدة. ممكن واحدة تبقى مكسلة، واحدة عندها من كتر الضغوط تقول طب والله ما أنا عاملة، واحدة تعبانة، واحدة جت من الشغل مش قادرة تكمل يومها، واحدة مريضة، ظروف كتيرة قوي. المهم على اختلاف الظروف إن شاء الله الفيديو ده هيشجعك جدا. لما تكون الدنيا مكركبة كده عليكي المفروض ان انت بقى بتقومي تعملي ايه؟ اول حاجة الرخامات، بتلمي كل المواعين اللي عليها وتلمي القمامة اعزكم الله، وتبدأي بقى ايه؟ تصبني الرخامة بتاعتك، لان هي دي اللي هتصفي عليها المواعين. واول لما تحسي حاجة خلصت من المطبخ وجزء معين بيشجعك ان انتي تستمري للحاجة اللي بعدها. وده بيحصل معايا انا نفسي فعلا، بدأت احس ان انا بتشجع. حتى كنت بقول ايه، انا هاخد كده الرخامة من على الوش كده، المهم ان انا انضف كده على السريع. لقيت نفسي بشيل الحاجات اللي على الرخامة كمان زي ما شفتي وهنضف تحتها. ولقيت بقى ايه الحماس جالي ان انا انضف فعلا المطبخ تنظيف كويس جدا. تابع الفيديو للاخر هتلاقيني مش غسلت مجرد مواعين وبس، ده نضفت فعلا تنظيف كويس قوي. حبيباتي الفيديو ده قررت ان انا اعمله فعلا مدته غير مدة الفيديوهات اللي فاتت، علشان انا عارفة اي واحدة مكسلة بيبقى خلقها ضيق، يعني مش قادرة اصلا انها تسمع حاجة، مخنوقة من كل حاجة. فعملتلك فيديو كده مدته مش كبيرة علشان يشجعك فعلا. شجعيني بلايك، ما تنسيش يا بنات اللايكات مهمة جدا جدا ليا عشان بترفع الفيديوهات. ما تستهتريش باللايك تقولي هيعمل ايه، هو اولا تقدير ليا وده طبعا فضلا منك، ثانيا بيرفع شغلي بيخلي الفيديو ينزل في المقترحات وينزل في البحث. بص بقى النهاردة كده واحنا بنشطب المطبخ مع بعض، على قدر أهمية الفيديو على قدر أهمية الكلام برضو اللي أنا هتكلم فيه في الفيديو ده إن شاء الله بإذن الله يوصل لقلوبكم. زي ما انتوا شايفين كده اول حاجة خلصتها الرخامة، وكده ارتحت من اهم جزء علشان افرد عليها المواعين والمطبخ يفضى شوية. بعد كده بعمل ايه بقى؟ بدخل على الحوض يا بنات، بفرز المواعين. لما يبقى فيه كمية مواعين كبيرة زي كده وما عندكيش غسالة اطباق بتعملي ايه؟ بفرز اول حاجة، باخد البلاستيكات، الحلل، الحاجات اللي ببدأ يا بنات من الحاجات الرخمة، يعني مش ببدأ بالحاجات السهلة علشان اخلص منها واحس الموضوع بقى سهل. انا بالنسبه لي اسهل حاجه في غسل المواعين الكوبايات والاطباق اللي هي بتاعه الغرف بقى، واللي هي البورسلين والازاز والحاجات اللي بتزفلط السهله دي. يعني الحاجه الغتة الوحيده في المواعين اللي بتضايقني جدا طول عمري وانا قد كده غسل المعالق، ما بحبهاش خالص علشان هي عبارة عن تفاصيل، والتفاصيل بتضايقني عامة، اللي هي الحاجات بقى والمعلقة بصوا حاجات كده بصراحة رخمة قوي. يعني لو هجيب غسالة اطباق ممكن اجيب عشان خاطر المعالق. المهم بقى ببدأ بقى بلاستيكات اللي هي بقى بتاعة تحضير الأكل والحلل الصواني، الحاجات اللي الرخمة اللي بتاخد مكان على الحوض، وأنا الحوض بتاعي مش كبير للدرجة اللي ياخد كمية مواعين. فغسلتها الأول وبعد كده بقى هعمل الحاجات دي كده معاكم علشان كمان أشجعكم. والله مش هي دي كانت كمية المواعين كلها، كان عندي كمية مواعين لو رجعت أول لقطة في الفيديو هتعرفي كمية المواعين كانت قد إيه. المهم بقى حبايبي انا هناقش معاكم حته صغيره كده الاول حاجه خاصه بيا وبالقناه، وبعد كده هكمل لكم الكلام المهم اللي عايزاه يوصل لكم. في اخت حبيبه في الفيديو اللي فات بتقول لي انت بتتكلمي بسرعه وما بنفهمش حاجه منك. طبعا انا بقبل اي نقد بناء واي نقد فعلا هيكون اصلا انت بتسمعيني، فلازم ارد عليكي ولازم اخد راي البنات كلهم. انا فعلا بتكلم سريع ولا الحماس اللي بياخدني اللي عايزه اوصله لكم من خلال الفيديو والتشجيع بتاخدوه ان هو ان انا متسربعه بقى؟ فاهمين يعني؟ قولي لي بقى في التعليقات لو انا فعلا بتكلم بسرعه ولا معتدله في الكلام ولا اتكلم بهدوء شويه. لو اتكلمت بهدوء بحس ان الغرض الفيديو مش كده، انا عايزه احمسك، فهو ده السبب لو انت سامعيني، مش السبب ابدا ان انا يعني كده يعني.
يلا بصوا حبايبي، مشكلة كبيرة، الكلام المهم اللي أنا عايزة أوصله، وقعدت أدرس في الكلام وإيه سبب المشكلة اللي تفاقمت دي وكترت قوي قوي، والناس بدأت تعترف بيها، بل وتتكلم كده وتقول أنا ما بصليش، ويتكلموا عادي، لا ما بصليش، أنا والله نفسي ألتزم، بسيب وأقطع. طب ما تيجوا نتكلم على المشكلة ونحلها من جذرها مع الأجيال الجديدة. مش جايز الأجيال دي فعلا محدش علمهم؟ مش جايز الأجيال دي فعلا السبب إن هم أهاليهم ما التزموش بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة على 7 واضربوهم على 10 واضربوهم عليها على 10. ليه؟ لأنهم مش نفذوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إن هم ييجوا على نفسهم ويلتزموا إن هم يكلموا أولادهم في الصلاة ويعلموهم من 7 سنين، والبنت تاخد بنتها، الأم تاخد بنتها معاها الصلاة في البيت، والأب ياخد ابنه في المسجد. لما الموضوع ده غاب طلع الصلاة صعبة على الجيل ده مثلا، الله أعلم. على العموم احنا عايزين نتفادى المشكلة دي في الأجيال. بقى الناس مثلا انت ما بتصليش وبتعيطي على حالك، طبعا حاولي والتزمي واجتهدي، لأن الصلاة جنة ونار. أنا يعني مش هتكلم عن الموضوع أكتر من الصلاة جنة ونار. ولو عايزة تعرفي ازاي تلتزمي بالصلاة فعلا وتحافظي عليها وقلبك يرق من ناحيتها إن شاء الله بإذن الله، ابحثي هتلاقي الالتزام بالصلاة أو الكسل عن الصلاة أو أي حاجة في الصلاة، واكتبي جنبها قناة عيشي حياتك، هيطلع لك فيديوهات كتيرة جدا اتكلمت في الموضوع ده كذا مرة، وما شاء الله تبارك الله. يعني لما لقيت فعلا في بنات ومتابعات حبيبات في القناة التزموا بالصلاة بعد الفيديوهات دي، فإن شاء الله يكون ليها أثر ليكي عليكي أنت كمان. عشان أنا وعدتك إن أنا هرد على عدم الالتزام في الصلاة، بس بقول لما الموضوع ده كتر أكيد ليه سبب، والسبب إهمال الأب والأم إن هم يعلموا أولادهم وعودوهم عليها من صغرهم. دي الحاجة الوحيدة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إن إحنا نأمرهم من 7 سنين ونعلمهم على 10 سنين، وده دليل على إن الصلاة لازم تبقى عادة الأول وبعدين تصير عبادة بعد كده، علشان يبقى فيها تعود، لأنها 5 مرات في اليوم، فلازم يبقى الجسم والعقل الباطن وكله متعود عليها عشان تقدر تلتزمي بيها. بعد كده أكيد إن شاء الله وأنت كبيرة، مش هقولك ما فيش أمل، في أمل، ولكن هتجدي شوية من الصعوبة، بس حاولي، الموضوع يستحق لأنه جنة ونار. وبعدين دايما ادعي: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إن شاء الله بإذن الله ربنا ييسرها عليكي، وقولي اللهم لا تجعلني شقيا ولا محروما. نيجي لآخر مرحلة اللي بتفرح، اللي هي مسح الأرضية. كان في شوية مية واقعين من تصفية المواعين ومن الحوض ومن غسل البوتاجاز. طبعا البوتاجاز شفته كنت داخلة على أساس إن أنا والله ألمع تلميع سريع كده، لقيت نفسي بعمل يعتبر تنظيف عميق. حطيت شوية معطر وشوية كلوريكس ألوان. بعد لما سحبت بالمساحة المية اللي نزلت بقى من تغريق بقى البوتاجاز والحاجات دي. وبعد كده هروح جايه بقى بالشرشوبه كده زي التلميع وتعقيم وريحه حلوه للمطبخ. انا بهتم بريحه المطبخ يا بنات زيه زي البيت بالظبط، يعني هتلاقيني دلوقتي برش معطر عادي جدا طالما اصلا ما فيش اكل في المطبخ، ما فيش حلال مكشوفه. عامه احنا كنا اتغدينا، يعني في اليوم ده احنا كده اصلا اتغدينا وخلصنا غدا. بس المواعين دي بصراحة مواعين يومين كاملين، انتوا متخيلين؟ مواعين يومين كاملين لظروف ما المطبخ اتحول للشكل ده. وزي ما بقولتكم في اول الفيديو، الظروف دي بتحصل عند اي حد وبتختلف بقى، تكاسل، انتخى، مش عارفة بقى، خنقة، اكتئاب، اي حاجة. نيجي بقى دلوقتي على شوية مشتريات كده بسيطة جدا. السبب الأساسي في المشتريات دي أنا جايباها من أمازون. المفروض إن أنا جايباها علشان أنا عايزة أشتري حامل تصوير، والمفروض بقولك لو مش عارفة اشتريتي بكام مش هيبقى ليكي مصاريف شحن. طيب أنا بقى أفوت الفرصة؟ طبعا هتقولي إيه ده، يبقى معنى كده رحت جبتي حاجات مش عايزاها. لأ طبعا جبت حاجات للبيت أنا فعلا عايزاها، فقلت بالمرة أطلبها من أمازون مع الحاجات دي. بصي يا بنات، حامل التصوير حبايبي بتوع أصحاب القنوات اللي متابعيني اخواتي، الحامل ده حلو قوي، بس في منه أنواع. في منه بيكون القعدة بتاعته خفيفة، وفي منه القعدة بتاعته بتكون تقيلة. هوريكي دلوقتي كده ريفيو عنه سريع. ده سعره 44 جنيه، وفي منه ب38 في أمازون، بس بيتباع بره ب75 وب80 في المحلات ب60 كده يعني. بس انت لما تيجي اختاري القاعدة اللي تحت المدورة دي، لأنها بتيجي منفصلة وانت بتركبيه تكون تقيلة. يعني لما تيجي تفتحيه في أي محل أو لو هتطلبيه من أمازون اختاري أعلى سعر فيه، هو اللي هيكون كويس. وبيصور بالطول وبالعرض برضو، عشان لو انت في أي منصة تانية تقدري تصوري براحتك. هو يعني صراحة سهل الحمل، وانا بشتغل في البيت بحطه على رخامة المطبخ، مش معيق، لان الستاند الطويل انا عندي منه بس بحتاجه في حاجات معينة.
ولكن ده بحطه على الرخامة ما ياخدش مكان وحلو بصراحة. طبعا مش هننسى ان انا بدأت قناتي بايه، بشوية رز وذرة، وكنت بحط فيهم عصاية سيلفي كده وكانت زي الفل. اتطورت شوية، حطيت بعدها ذرة فيه شوية اسمنت، وكنت مثبتة فيه عصاية كده برضو حاطة فيه السيلفي، وكان زي الفل وتصوير حلو برضو. ولكن طالما لقينا حاجة تريحنا وسعرها على فكرة مش غالي ممكن تجيبيها. نيجي بقى كده على الحاجات اللي انا اخترتها علشان اكمل سعر الاوردر. مكرونه لمتنا يا بنات اللي هي القلم، انا ما عنديش القلم الشهر ده فقلت هطلب منها 4 اكياس، كانت نازله ب15 جنيه يعني عليها تخفيض. طيب نيجي بقى اللي عايزه اطلب اكتر من كده يقول لك لا 4 قطع حد اقصى، ما تطلبيش اكتر من كده. فلما يقول لك كده اعرفي ان الحاجه عليها تخفيض قوي يعني. وجيلي طبعا كنت محتاجاه، والمناديل للبيت. عايزه اقول لكم بقى ان التخفيضات بتيجي على الحاجه، تيجي تطلبي عدد منها يقولك لا مسموح 2، وفي حاجة مسموح 4، مسموح كده بس. فريدة غلي، دي من الحاجات معطرات الغسيل اللي ناجحة معايا داخلة على سنة فعلا، ما غيرتوش لسه، حلو قوي يا بنات. في منه اللبني وفي منه البامبا ده. سعره دلوقتي وصل في بعض المحلات 70 جنيه و65، لقيته ب62 عليه عرض برضه فقلت اجيبه. اللي عندي لسه مخلصش، وصل لغايه كده ايه نصه، بيبقى معايا فتره طويله. تخيلوا بقى داوني بكام دلوقتي، وكومفورت وكل بقى المعطرات بقت بكام. ده حافظ صراحه سعره يعتبر شويه، و4 لتر، متخيلين ده 4 لتر. ده اكوا تاتش. بصوا يا بنات ريحه النظافه، يعني انا المعطرات بالنسبه لي هقول لكم ليه هتلاقوا بجيب معطرات كتير. انا الشقه بتاعتي يا بنات لو قلت فيها شويه بطاطس تسمع في البيت كله، لو سخنت والله العظيم رغيف عيش بس وبرده فاتحه الشفاط تلاقي البيت كله بقى ريحه، لان انا عندي بيتي غير جيد التهويه. مكتوب من 4 جهات بجيران وكده، يعني بيت مش متهوي كويس. فلما يجي مدرس مثلا جاي لنا البيت وانا لسه عامله حاجه عنده، بيبقى البيت كده ريحته عارف انه داخل مطعم ده ولا ايه. فلازم يبقى عندي بقى معطر على طول عشان اعطر البيت. الفريده الصغير ده بالعود، تخيلوا ده ب16 جنيه، يعمل لك حوالي 5 ازايز من اللي انا بجيبه اللي ب25. فقلت هجيب ده، بتحطي كام غطا كده على البخاخه كامله، وبيعمل اللي هو المعطر بريحه العود. واحسن حاجه تبين لك اللي هو اصلا هو بيجي بقى متغلف، بقول لك حاجه بقى 10/10 يعني. بصراحه يا بنات شابوه فعلا لمنتجات فريده، هو منتج مصري بس اثبت جداره فعلا والله العظيم. المنتج ده يعني انا فخوره بيه جدا، سواء كان معطرات، منظفات ارضيات فيه، معطر ملابس، اي حاجه من منتج فريده بصراحه. يا رب بس يستمروا على الاسعار دي وما يغلوهاش عن كده. الكركديه طبعا ده حاجه بتروق الدم كده، فطلبته علشان كان باقي حاجه بسيطه المفروض اكمل بيها علشان برضه الشحن، بس احنا محتاجينه في البيت عامه يعني. حبايبي انتهى النهارده الفيديو التحفيزي التشجيعي من قناه عيشي حياتك. انا مش هقول لكم استحق كام لايك للفيديو ده كلكم كده يعني، انا عارفه ان انتوا هتقدروني وترفعوا الفيديو ده على قد التعب اللي انا قايمه بيه اصلا عشان اقاوم كسلي في البيت. صورت لكم الفيديو ده. دمتم في امان الله حبيباتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.